طارق يحيى في قناة نادي الزمالك الكوميدية بيسأل كان قاعد معاه إيهاب الفولي وصبحي عبد السلام، فبيسأل الفولي بيقول له: "إيه رأيك في النهارده إن المغرب تحصل على المركز الرابع في كأس العالم؟" يقوم يرد عليه بسرعة كده، يعني هو بيسأله في المغرب وكأس العالم، الفولي مباشرةً يرد عليه ويقول له إيه، تخيّلوا. طب أنا مش هاقول لكم هو إيه قال له إيه، أنا بقى هاسمّعكم الفولي قال له إيه، يعني أنا عايزكم بس تتوقعوا معايا الفولي بيرد عليه بيقول له إيه، نسمع. لا، اسمع هو هو بيقول الحقيقه المغرب النهارده يعني انا كان نفسي المغرب ياخد برونزيه العالم. المغرب اداؤه كان قوي جدا جدا في البطوله، بس للاسف كل العوامل النحس اتجمعت النهارده ضد المغرب. كل العوامل النحس، كل الناس النحس، كابتن الخطيب، الاستاذ احمد موسى، الزميل مهيب عبد الهادي، في واحده كده بتطلع برضو ما تعرفش تطلع ليه. كله لبس فانيله المغرب وطلع على المغرب، وشوف الصور بتاعتهم وهم بيتكلموا ماسكين علم المغرب. انا عايز اعرف هي المغرب دلوقتي. بيسأله إيه رأيك في أداء المغرب في كأس العالم والبطولة؟ فالمفروض يتكلم ككورة أو يشكر المغرب، قال لك لأ، سبب هزيمة المغرب الخطيب النحس. أنتم متخيلين؟ أنتم متخيلين؟ يعني واحد بيسأله بيقول له المغرب ليه عمل في كأس العالم إيه رأيك في أداء المغرب والمركز الرابع؟ قال له أنا كان نفسي تاخد التالت بس السبب إن هي اتهزمت عشان الخطيب كان حاضر كأس العالم بيتفرج على الماتش، فالخطيب نحس، فعشان كده المغرب خدت المركز الرابع. اضحكوا والنبي اضحكوا وكومنتس وقولوا لي رأيكم وأنا هاقرا وهابقى أكلم معايا في الفيديوهات، أنتم الكومنتس بتاعتكم بتساعدني. نكمل. بقى فيها سكر. يعني كابتن محمود الخطيب هو ومجلس ادارته اللي قعد يشتم في المغرب ويعمل بث مباشر، كان طالع كده عامل عشان الكورونا كونفرانس، كونفرانس، بيوجه بيوجه كونفرانس خدت كلامه بالكم؟ كله لمين؟ لمجلس للاتحاد الافريقي ان دوله المغرب دوله ظالمه وظلمت إمم. النادي الاهلي. النهارده انت طالع تطلع في المغرب، احنا عايزين نشوف الصور دي على الشاشه. الناس اللي نحست المغرب، الناس اللي في كل فرحه لينا بتقتلها. يعني النهارده اديك اهو كريم شحاته على انا كنت مهيب فاكر احمد موسي دي تركيب والله لا والله كنت فاكر تركيب. على الست الطيبه ديت، على احمد يعني على كابتن الخطيب برضو. ما راح، ما كابتن الخطيب كان الاهلي كان ايام محمود طاهر راح المغرب اهو مع الكابتن حسن حمدي. يعني انا عايز اعرف يا كابتن محمود الخطيب انت ايه اللي موديك النهارده؟ انت رايح قطر. لما نيجي نتكلم على دوله قطر، لما كان في ازمه بين مصر وقطر، احنا كنا بنتكلم ان في خيانه بتحصل في البلد. النهارده انا عايز اسال سؤال: ليه كابتن الخطيب واحمد سليمان بس اللي بيتم دعوتهم من دوله قطر؟ هل ما فيش رموز في الرياضه المصريه غير الخطيب واحمد سليمان؟ طب احمد سليمان صفته ايه؟ طب الخطيب لما جه رئيس الاتحاد القطري اول نادي راح عليه النادي الاهلي قبل اي مصالحه وقبل اي حاجه، يبقى انت كنت مرتب من الاول. طيب. الراجل بيسأله المغرب إيه رأيك فيها؟ قال له الخطيب النحس وعَد معاه إعلاميين كمان وحطّوا صورتهم على الشاشة وجاب صورة الخطيب وحسن حمدي وهُم قاعدين في المدرج، هوب الخطيب نحس، وده سبب إن المغرب خدت المركز الرابع في كأس العالم، وقعد يقول يا جماعة ارحمونا من النحس ده. أنتم متخيلين؟ متخيلين الفولي بيقول إيه؟ بتاع الفراخ اللي طلع بيقول لك إن نادي الزمالك رئيسة الوزرا المفروض تعتبر نادي الزمالك مشكلته رئيس الوزرا يحل مشكلة الزمالك زي ما حل مشكلة الفراخ. كتاكيتو كاتكاتكا كتاكيتو. عم كتاكيتو طلع يقول إن السبب في هزيمة المغرب حضور الخطيب كأس العالم عشان الخطيب نحس. هاي هشام يا حنفي يا حبيبي ازيك يا قلبي. أنتم متخيلين؟ أنتم متخيلين ده بيحصل على قناة الزمالك؟ على فكرة يا جماعة ده أول الحلقة، يعني ده أول الحلقة لسه. ده سبب هزيمة المغرب. طيب يسكت؟ لأ، نكمّل. أدي أول موضوع كنت عايز أكلّمكم فيه. يا جماعة لازم تعرفوا إن المغرب خدت المركز الرابع، إيهاب الفولي بيقول عشان الخطيب نحس وشوية ناس راحت اتفرّجت. شوفوا الجهل، شوفوا الكوميديا، شوفوا ويرجع يقول لك إيه، القناة مش موجهة. نكمّل. طيب لأ استنى، ويرجع وزير الرياضة يحضر تكريم جريدة المساء إن قناة الزمالك أفضل قناة رياضية على الساحة المصرية. وزير الرياضة يبقى موافق. اتفرّج الناس اللي بتقول الفتنة.